بسم الله الرحمن الرحيم. قراء ومتبعي موقع قلم الناس، مرحبا بكم في حلقة من حلقات برنامجكم الجديد قضايا الناس. قضايا الناس هو برنامج يكشف مجموعة من المشاكل والقضايا المعروضة على المحاكم، وكذلك التي يعج بها مجتمعنا المغربي، تتوصل بها الجريدة من خلال مجموعة من الشكايات تخص الجانب الاجتماعي، وكذلك أحكام قضائية، سواء تعلق الأمر بأراضي سلالية أو بمشاكل تخص الإرث أو مشاكل تهم الحياة المجتمعية للمواطن. نفتح هذه الزاوية الخاصة بقضايا الناس اليوم مع قضية تثير الكثير من الجدل على المستوى الوطني، قضية تتعلق بمشكل الأراضي السلالية وبلجنة الوصاية وقراراتها، مع تدخل صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله في هذا المشكل، وتم تمكين النساء السلاليات من حقهم في الإرث. تأتي اليوم هذه المشكلة أو هذه القضية التي تقدم بها أستاذ محمد العسيلي من ورثة زهرة بوقرن، من ساكنة مجاط بوفكران عمالة مكناس، تخص مشكل الأراضي السلالية. بلا ما نطول عليكم، غادي نخلي السي محمد اليوم يحطنا أولا في صلب هذه القضية هذه، وحاول تحدث للناس على هذا المشكل هذا ديالك انت. بسم الله. احنا من ورثة ديال زهراء بوقرن اللي هي الوالده ديالي من مجاط، باها مجاطي، هي مجاطيه، الاصل ديالها مجاط. نعم. توفات في 2001. نعم. الخال ديالي ما كانش يدخل المغرب، كاين هما جوج ديال الخوت، امي وخوها. نعم. خوها هو 16 عام مشى لفرنسا. نعم. ما تيدخلش المغرب نهائيا، بتاتا ما تيدخلش. نعم. مؤخرا عاد ولا تيدخل، حتى هذه السنين التاليه عاد ولا تيدخل. نعم. من بعد تفاجأت بواحد القرار خداه الخال ديالي في 2016. نعم. شنو تيقولوا هو الوارث الوحيد. الارض خداها الدار، خدا المسائل كامله. نعم. من بعد تبلغت بهذا القرار، مشيت طعنت فيه في الاداريه، المحكمه الاداريه ممكن برج بن عمر. دخلت لتما طعنت في هذا القرار. المحكمه بدات لي في الموضوع. نعم. بدات لي في الموضوع تقول بانما الغاء القرار مجلس الوصايه الصادر. هو هذا اللي عندكم. نعم، هذا اللي توصلنا به. نعم. كيقول في المنطوق ديالو تأكد على انه قضت المحكمه الاداريه نعم. بقبول الطلب. نعم. وبإلغاء قرار مجلس الوصاية عدد 11 ميم 2016 صادر بتاريخ 20/12/2016 مع ما يترتب عن ذلك من آثار قانونية. نعم. إذا المحكمة نصفتنا والغات قرار الوصاية. نعم. نعم. من بعد خرجت عن قضائي معايا، مشيت للرباط، بلغت وزارة الداخلية. نعم. تفاجأت بوزارة الداخلية دخلت استنفات. نعم. دخلت الاستئناف. تواجهت معه في استئناف ايد لي الحكم ولا الصالحي. المحكمة استئناف نصفتنا. نعم، بمعنى هو هذا اللي تنتوفروا على نسخة منه. نعم. كذلك تأييد الحكم المستأنف. نعم. مع وبه صدر القرار في الجلسة العينية المعقدة بالتاريخ المذكور أعلى بقاعة الجلسات العادية، بمعنى أن محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط تعلن انتهائيا وحضوريا بقبول الاستئناف مع تأييد الحكم المستأنف. نفس بمعنى أنه الدرجة الثانية من التقاضي. نعم. ربحتيها. نعم. نعم. أنا عندي جوج ديال الأحكام. من بعد وزارة الداخلية، السيد اللي وكيل القضاء المملكة. نعم. دخل نقد طبيعة الحال. دخل نقد بقى في المدة ديال 10 شهور. الملف كاين في النقد. نعم. من بعد المنطق النقد قال الكلمة ديالو. نعم، اللي هو هذا عندنا
يعني الحكم الغرفة الإدارية القسم الأول بمحكمة النقد في جلستها العلنية المنعقدة بتاريخ 15/4/2021 أصدرت القرار الآتي نصه. يعني قضت المحكمة برفض الطلب، يعني رفض طلب وزارة الداخلية وتحميل رافعه الصائر. نعم. بمعنى أنه تقبل ابتدائيا واستئنافيا وتم رفض الطعن فيه في محكمة النقد. إذا الأمور راها مزيانة لحد الآن الأمور مزيانة. نعم. فتحت ملف تنفيذي نفذت على وزارة الداخلية. وزارة الداخلية صيفطت مقرر إصلاحي قيادة مجاط تقول بأنما إحالة الملف على الهيئة النيابية مجاط للبت فيه من جديد وفق المساطر والأحكام الصادرة المعمول بها. نعم. يعني قيادة مجاط. اسمح لي بعد قبل نعم. منين ربحتي انت هذه الاحكام هذه؟ نعم. واش مشيتي نفذتي الحكم ديالك؟ نفذت الحكم ديالي. نعم. فتحت ملف تنفيذي. نعم. ونفذت الحكم ديالي اللي هو هذا. نعم. ها هو ملف محضر تنفيذي. نعم. هذا محضر ضد وزارة الداخلية. نعم. اللي تم التنفيذ ديالو بناء على يعني بتاريخ 7/10/2021. نعم. نعم. في الملف المتعلق يعني بهذه القضية رقم 11 ميم واو 2016. نعم. نعم. من بعد يعني وزارة الداخلية صيفطت مقرر إصلاحي كما قلت لك، صيفطت مقرر إصلاحي للقيادة ديال المجاط باش يداركوا هذا المشكل هذا ويحاولوا يلغيوا هذا القرار الوصاية ويصلحوه باش يتصلح. نعم. القيادة المجاط صدرت قرار تقول فيه بأنما البنت المتوفاة ولدها ما تياخذوش لأنها هي توفات وولدها من الأغيار. يعني أنا با ماشي ولد القبيلة، وتيقولوا بأن ما باك أنت ماشي ولد القبيلة وأمك اللي عندها الحق راها توفات. ولكن دابا حنا أمام أحكام قضائية باسم صاحب الجلالة. نعم. مازال تيوقف ضدها واحد العرف. نعم. اللي هو ربما كاين غير في هذه المنطقة هذه. في هذيك المنطقة. في هذه المنطقة ديال النجار. نعم. شنو كتبغي تقول أنت للمسؤولين من خلالها؟ أنا تنطلب من المسؤولين وسيدنا وتناشد سيدنا من هذا المنبر، أنا يعني تنطلب حق أمي. نعم. نطلب حق أمي. مناش يعني القضاء نصفنا، وأنا عندي النية صالحة في القضاء ديالنا. نعم. القضاء نزيه. نعم. القضاء ديالنا نزيه. أنا تنطلب حق أمي. دابا هاد الناس هاد اللجنة السلالية والنائب السلالي تيقول لك أنت براني، يعني من الأغيار. أنت ماشي ولد القبيلة، وأمك اللي كانت عندها الحق ديالها توفات. دابا انا تنطلب من الجهه المسؤوله وتنطلب من سيدنا وتنطلب من سيد العامل ناخذ حق امي. انا ما عنديش. وهذا الخال ديالي عايش في فرنسا سنين، هذه تقريبا 40 عام ما دخلش المغرب. نعم. وشكون كيتصرف في ذاك الارض وفي ذاك الاملاك؟ هاد الارض هذه تيكريها دابا مؤخرا ولا تيجي تيكريها وتنتوفر على تيكريها ماشي غير الاغيار، واحد براني وما تعطيهاش يعني للناس. نعم. الناس ديالو. نعم. بغيت نعرف انا يعني بعد توفر على هذه الاحكام وهذه المناشده اللي كتقدم بها واللي هي صراحه يعني المسؤولين وعلى راسهم يعني جلاله الملك محمد السادس اللي بذل مجهود كبير وحاول على انه يدير ثوره في هذا المستوى ديال الاراضي السلاليه. واش تحركتي من بعد ذلك؟ شنو مشيتي درتي من بعد ما جاك هذا القرار ديال عاوتاني اللي عاودوك نقطه الصفر هذه لجنه الوصايه؟ مشيت طعنت في القرار اللي صدر، يعني صدر قرار وطعنت فيه في 2021. من 2021 تمشي للمجلس الوصايه الاقليمي مكناس تقول لي مازال ما درنا فيه والو. الى 2021 ما بتوش فيه الى يومنا هذا. قالوا لي بان ما راه فتحت واحد لائحه ديال التحيين ذوي الحقوق. قال لي سير عند القائد ديالكم ربما يضيفك اللائحه. من مشيت للقياده درت الطلب ديالي باش نضافوا في اللائحه. النائب السلاليه رفض لي الاستجابه، قال لي لا، يعني ما انتم يعني مازال متشبت في ذاك العرف اللي كيهضر عليه هو، مازال متشبت بالعرف ديالو. نعم. والقرار اللي صدر من
من مقرر البت، نعم. مقرر البت في طلب الطعن، يعني مساني عليه غير نائب واحد، وما كاينش الكاشي ديال القياده، ما كاين حتى شي حاجه، يعني نائب واحد اللي مسيني عليه هو. نعم. نعم. هذا مقرر البت في الطعن. نعم. نعم. هذا اللي كيتعلق بانه تيقول لك يعني هذا تقدمتي فيه بتاريخ 9/1/2025. نعم. يعني في هذه الايام هذه السابقه، واللي نعم. تاكد على انه ان صاحب الطعن اللي هو محمد العسيلي لا يعتبر من اعضاء الجماعه السلاليه مجاط، وذلك بالرجوع للعرف المعمول به في قبيله مجاط. للاسف الشديد انه قوانين واحكام قضائيه باسم صاحب الجلاله لا زال العرف يقف امامها سدا مانعا للتنفيذ. رساله اخيره، شنو بغيتي تقول؟ الرساله الاخيره تنطلب من الجهه المسؤوله، وتنطلب من سيدنا الله يطول في العمر ديالو، والله ينصرو، وعاش الملك. انا تطلب حق امي، حق امي يعني ضيع، وانا ما عنديش، والخال ديالي اللي شاد دابا العصمه وعنده شاد البلاد ما عايش هنا في المغرب. نعم. وانت بوحدك ولا عندك اخوات اخرين؟ عندي خواتاتي 3 ديال البنات وانا. نعم. يعني 4 ديال النفوس. 4 ديال النفوس ضاعوا في حق الوالده ديالهم. ضاعوا في حق امنا. نعم. كاين ما تزيد السي محمد تقول في هذا الملف؟ ومشيت يعني مؤخرا غير في هذه السيمانه هذه مشيت للوزاره الداخليه في الرباط. نعم. ووضعت الشكايه ديالي تماك، يعني ملي دخلت الوزاره الداخليه تلاقاو معايا 6 ديال الناس، ملي وريتهم الاحكام ووريتهم هذه المسائل هذه اللي شفتوا دابا حاليا، تقول لك ما يمكنش بالفعل. تقول لك يعني هاد الناس هادو يعني هاد هو يعني بهذه العباره تقول لك هما تعنت، يعني اللجنه السلاليه عندها تعنت. نعم. قلت لهم انا الا كانت هي متعنته، انا متشبت بسيدنا. وعاش الملك. وعاش الملك. والله ينصر سيدنا. اذا السي محمد العسلي، كما شفتوا كما تابعتوا متبعي وقراء موقع قلم الناس، قضيه السي محمد العسيلي هي قضيه يعني للاسف الشديد فيها عدد كثير في مدينه، يعني في عماله مكناس بخصوص، يعني في مجاط او في الاراضي السلاليه. هذا الملف هذا يعني عانت منه مجموعه من الساكنه لعقود من الزمن. ثم كما تتبعتوا على ان السي محمد عنده احكام قضائيه ابتدائيه واستئناف ونقض وابرام، وكذلك عنده قرار من وزاره الداخليه بالغاء قرار الوصايه. لكن للاسف الشديد كل هذه الاحكام وكل هذا التطور اللي حققوا المغرب بقياده جلاله الملك على مستوى يعني الثوره نتاع رد الحقوق العينيه يعني المراه المغربيه، كنلقاو ورثه المرحومه زهراء بوقرن لا زالوا يعني تائهين بين تعنت وقرار عرفي لمجلس الوصاية أمام مجموعة من الأحكام القضائية وقرار لوزارة الداخلية. نناشد كما قال السي محمد كل الضمائر الحية وكل الجهات المسؤولة في هذا الوطن العزيز لشيء واحد، ألا وهو تطبيق القانون. الأولى من العرف في دولة المؤسسات، دولة محمد السادس جلالة الملك، دولة الحداثة والتطور المنشود. إلى هنا نأتي على نهاية هذه الحلقة من حلقات برنامجكم قضايا الناس، ونضرب لكم موعدا لاحقا في قضية أخرى وملف آخر. إلى اللقاء.